يا مرحبا يا مرحبا بأغلى ناس عندي، وش راكم؟ شلونكم؟ لاباس؟ صحتكم مليحة؟ أياماتكم سعيدة. اليوم راح نحكوا حكاية جديدة وأحداث جديدة. على بالي تقولوا لي بلي كاين بزاف قصصك تحطي فيهم، كل قصة راهي في قناة، وهذه القصة راح نحطها في هذه القناة. وكاين قصص كما تعرفون راهم قيد الكتابة عليها، نستناهم يكملوا الكتابة باش نقدر نحطهم لكم. فهمتوا عليا؟ ويلا نبداو الحكاية تاع اليوم اللي هي حب مؤجل، عن شابة فاتنة وأربعين والهان. ندير لكم شوية مقدمة. نبضات قلبي متسارعة وأنفاسي متقطعة، نشوف في السرير اللي مقابلني وفي كل شبر من البيت اللي راني فيها، اللي طليت فيه طلتها عروس، ولا فرحة في وجهي كيف الفرحة اللي تنزل على وجه العريس. العكس، كنت مقنوطة مذعورة. واللي زاد ذعرني الصوت اللي جاي من آخر الزاوية في البيت. لما رفعت عيني طاحت على سيقان الممدودين على الكرسي، هيئته مظلمة ما تبانش خلاص، أما يبان الهيكل العام، جسد ضخم وشعر طويل شوية وصل لعنقه. دورت وجهي ورفعت جسمي يني شوية من على الأرض، راح نشعل الضوء قبل ما يوقفني صوته القوي بنبرة رجولية: بكلاه خليه طافي، منحبش الضوء. ضحكت نية بسخرية: علاه انت؟ بوم. ما ردش، وثم ساد الصمت لثواني قبل ما نحس بخطواته واتقرب مني، وريحته تقوى من كل خطوة. أما ما قدرتش نتحرك، أنايا تصمت في بلاصتي حتى صبت واقف توالي بطوله الفارغ ومظهره الغامض، ملمح تاوعو الحادة ووجهه مكشر. أما ملحقتش ندقق هكا مليح مع الملامح تاوعو، ضرب على الحيط بقوة ويحكي بقلقة: على حسب وقفتك ورجفتك باين سمعتي عليا بزاف بزاف، مانيش راح نكذب ونكذب كلامهم، ولا راح نأكدو. وذك نحبك تخلي كلامي حلقة في وذنيك، وارفع لي وجهك لعنده. صدقيني عارف مليح السبب ورا زواجك مني، وراح نحقهولك، يعني نحققهولك وتدي على اللي حاباته وأكثر ثاني. بصح يكون في علمك كلش تشوفيه قدامك ماهوش ملكي، وما راحش يرجع ملكي حتى ترجعي باسمي وتعملي اللي نقولك عليه بالحرف الواحد. لهذا كوني متعاونة، وبلاكي تفكري بمجرد تفكير تلعبي معايا ولا تدوري عليا، بس كذا راح يكلفك الثمن غالي. قال كلامه اللي كان صدمة بالنسبة ليا، ودخل قلبي كيف السهم المسموم، وتراجع بخطوات هكا اللور. فتح الخزانة، هز زوز معطلات وخرج من الشومبرا مسكر الباب بقوة، حتى حسيت اني بالطبلة تعوذني يا صونات من قوة الصوت. خذيت نفس عالي واستنيته يمشي، وهذا قبل ما نطيح بطولي ينايا. هز راسي للسما ونشوف الفراغ، ماشي عارفة واش لازم ندير ضوكا. النوض نندب زعما وجهي وناكل لحمي. بس كلام اختي ظهر كله صح. مرت بابا زوجتني بمريض نفسي بعد ما وهمتني بعيشة مرفهة وغرقتني في الأوهام، ولا نقول دمرتني. قعدت ندي مكي انايا ونحي عليا في البرنوس، ونصلي ركعتين نحمد ربي ونشكره لأنه سترني. بس كما دام هو هز فراشه وخرج من البيت معناتها ما راحش يتمم زواجه مني، وما راحش يصرى بيناتنا والو. بس إذا أصرى راح نتفضح وتوقع الكارثة. حنعرفكم بروحي، أنا واسمني قمر، يتيمة الوالدين. ماما توفات فوق الطابلة تاع الولادة، مور ما جابت أختي شمس، وبابا هو اللي ربانا حتى قفلت 5 سنين قبل ما يعاود الزواج. وزواجه كان لصلاحنا على حسب أقواله، ربي يرحمه. مرت بابا كانت أرملة
وجبت معاها طفل تربينا معاه حتى إنه البعض حاسبينه خويا الكبير، لكن الواقع شيء مختلف تماما. مور عامين من زواجهم جاب الزوج بنات توام، واحدة نتفاهم معاها والأخرى أنا وياها كيف القط والفار، ما نتفاهموش خلاص ما نتحاملوش. تعامل مرت بابا معانا كان مليح في وجوده، وكي ما يكونش تتبدل وتعاملنا كيف الجاريات. مرت الشهور والأعوام وإحنا عايشين نفس المعيشة ونعاني نفس المعاناة. في العام اللي اتخرجت فيه بابا أمرض بزاف ولحقوا الأجل وخذته الموت من بين عينينا بسرعة البرق، مخلينا كيف الخرفان بلا راعي وكيف القفة بلا يدين. بعد وفاته بشهر تقريبا مرته قررت تبيع الدار وترجع لبلادها ويتربوا بناتها وسط خوالها وخياتي قبله، وجيتهم على قلوبهم لأنه البلاصة اللي كنا ساكنين فيها جاية بعيدة شوية على المدينة عكس بلاد خوالهم. وبالنسبة للحل اللي لقاتو لينا أنا وأختي شمس، أنا تزوجني بواحد من فاميلتها، بس لحقت الله جتها الزواج وشمس تديها معاها حتى يجيها مكتوبها، وكان شرطها أني نتنازل على حقي من الميراث مقابل عنايتها لشمس. وأنا قبلت لعدة أسباب، الأولى أنه بعد وفاة بابا ما كانش اللي راح يحميني من التحرشات، وليدها السكير آيه اللي تربينا معاه كشغل خاوة ومستحيل يخليني بحالي، والثاني انه اختي راح تضيع وانا مش راح نقدر نتكفل بها، وهذا اللي خلاني نقبل بعريس الغفلة اللي جابته لي رغم الفارق تاع السن الكبير اللي بيناتنا، ورغم وش قالت عليه اختي الغير الشقيقة بلي هو انسان مضطرب وغريب الاطوار، ضيع كل الثروة اللي خلاها له باباه بسبب راح نتعرفوها ذكا في الحكاية. وأنا في أعز نومتي ما فقتش إلا على صوت البكاء هستيري. اليوم مر أكثر من شهر على موت بابا، وشمس أختي ما زال برك ماشي متقبلة فكرة موته، أو بالأحرى ماشي حابة تقنع نفسها وتتقبل الحقيقة المرة هذه. لحت عليا الزاورة ونوضت نجري ليها، إيه حابة نقنعها، حظا نطل صدري ونطبطب على ظهرها بحنانة. شمس يا شموسة خلاص حبيبتي، بابا خذا نص عمري وانتي راح تاخذي النص الباقي منها، ها ديري شوية كوراج مش للدرجة هذي. هزت راسها بمعنى ايه وبس نيل خدودي الاثنين، ورجعت رقدت وكأنه ما أسرع والو. حالتها هذه هي ملي مات مخوفتني بالبزاف، وخوفي الأكبر أنها تزيد تسوء أكثر وأكثر كل ما نديهاش لطبيب نفسي. خلي غدوة ونرجع نفتح الموضوع مع خالتي الجوهر اللي هي مرت بابا، بلك يهديها ربي وتخليني نديها. وهذا اللي قلته مع روحي، ورجعت رقدت متمنية انه الغد يكون فيه الخير علينا، ماشي عارفة انه راح يكون أسوأ يوم في حياتي. الغدوة نضنا على صوت عياط مرت بابا، تفتح في التواقي وتبرح بأعلى صوتها: نوضو نوضو يا شكال الرقاد، ها نوضو، هيا هو جاي مشتري جديد يشوف الدار، نوضو نوضو. نط نمسح في عيني أنا النعسانين ونحكي بالقلقة، أنا الناس تقول صباح الخير وزيد شكون هذا ثانية، بشحال حابة تبيعيها كل يوم تجيبي لنا مشتري، والسومة تقريبا نفسها، مازالني عند كلمتي ومانيشي راح نبيعها حتى توصل للسومة اللي راهي في راسي. لهذا أنا مانيش قابلة، ولهذاك الوقت مالا بنتي أخمي في الموضوع اللي قلت لك عليه. الراجل ماشي راح يبقى يستنى فيك طول عمره، وياك من الأول تفاهمنا على كل شي غير تنباع الدار، نهز بناتي واختك المصروعة ونمشي وانتي ديري راسك وين تحبي وكيفاه تديري. أنا اللي عليا درتو زيادة. واش درتي حابة تزوجيني بواحد قد بابا فوقها ماشي راضي يجي برجلو باه يخطبني ونتشافو، يعني نتشافو
ودوكا جاية تقولي لي تحبي لصلاحي، كون شفتيه مليح راكي زوجتيه لوحدة من بناتك، علاش تزوجيه ليا انايا؟ وهذوك المساخر كيفك، ودوكا نوضي من قدامي. الناس دخلت بلاد وخرجت بلاد وانتي مازال برك راقدة. تعنكرت انيا فيها ونضت من فراشي، ننفض في روحي. تجاوزتها فوت للصال دوبا، غسلت وجهي وبقيت نشوف في المراية. مو هكا ونمس في وجهي، حرام كل هذا الجمال يروح خسارة. بصح اليوم بإذن الله نفريها. ايه لازم نحكي معاه ونواجهه ونحطه تحت الأمر الواقع. يزل بيجي يخطب ويتزوجني قبل ما تنباع الدار، ونضطر اني نتزوج بالراجل اللي حابة تزوجني بيه مرت بابا. كملت توضيت قضيت صلاتي ورجعت للبيت باش نعدلها. صبت شمس متكسلة على وضعية الجنين، دموعها على خدودها وجسمها كله يرجف. فت نجري ليها شموسة، خير وش بيك، وش دارت لك هذيك المصيبة؟ قولي لي ما تخافيش منها، مادام اختك هنايا مش راح تقدر تأذيك، ما عندك علاه تخافي منها؟ هزت راسها وعنقتني بقوة. قمر تعيشي، ما تخلينيش وحدي، نكمل تروحوا وانتي ما تجيش معانا، راح تروحي وتخليني. حتى انتي يا راح تروحي وتخليني، حتى انتي يا خدنا وتسلي في الدار كيفنا. شدت خدودها بيدي هكا الاثنين. شمس، بابا ربي يرحمه قبل ما يتوفى كتب الدار على اسمها، يعني من حقها تبيعها، وانا ما كاين لا قانون لا شرع يوقف معايا، فهمتي؟ المهم انتي يا راكي في الأمان معاهم، راح تروحي معاهم حتى لو أذتك، اصبري حتى يفرج عليك ربي. سماح مشي راح تخليها تأذيك، مستحيل. هي ماشي كيف رانيا. ودوكا نخرجوا جوزي عند الطبيبة النفسية على جال الكوابيس اللي راكي تشوفي فيهم، ونشري لك تليفون صغير نولي نعيط لك فيه، متفاهمين حبوبتي؟ هزت راسها بإيه وراح بالها بعيد قبل ما تحكي يا قمر. وبعدين ما عادش تحكي مع هذاك فؤاد، كون جاي يحبك صح راهو خطبك. هيا قولي لي يك ما نروحوش عنده. يلا وحديني قمر، راح نروح ليه لآخر مرة ونخبره بكل شي. وهذه المرة إذا تهرب كالعادة نقبل بهذا الشايب اللي جابته لي مرت بابا، ما عنديش حل واحد آخر. ولا تضحك عليه ركي تقولي عليه هكذا، بلاك يكون عاقل وشارب في عقله. واش تديري بواحد صغير وعرعور كيف هذاك فؤاد؟ انتي اصلا جامي حبيتيه، عمره ما تخلى خاطرك. ايه عندي الحق، بس ما يسواش. ضربت على راسها ونضت بالزربة، درت لها الحليب وبعثت واحد مولاد الجوارين يجي لها قاطو. قهويت هكا وختمت شغلي. كي كملت رحت عند خالتي الجوهر، صبتها تحكي في التليفون بين تحوس على شري جديد كيف العادة. قلت لها راني خارجة، قالت لي براسها روحي الله لا تردك. ضحكت ورحت أخبرت شمس بها توجد روحها، ولبست حتى أنا روبة بيضاء وخيمة في الكروفيت وصك بنفس اللون وصندالة. وجيت في بلاصتي نستنى في شمس تكمل حتى دخلت اختي رانيا. هذه اختي من الاب تاعي، حاطة يدها على خصرها وتحكي بالسخرية على حساب الحطة، باينة راح تشوفي حبيب القلب. ماما مسكينة قاتلة روحها عليك وتحوسك على الخطابة. وش دخلك، وش دخلك فيا؟ شحال من مرة قولك ما تدخليش روحك في حياتي. ايه عندك الحق، يقولك ما تدور بالزوبيا مدفوحة عليك. وقفت رافعة صبعي في وسط وجهها. رانيا احترمي روحك، راني بعيدة عليك، بعديني وخليني في حالي هكذا وصانا بابا قبل ما يموت. بابا ربي يرحمه كان يعرف بعمايلك يتعذب في قبره. روحي روحي تمعشقي وبلعي، ما ديريش روحك حازنة عليه. بقينا متداوسين حتى سمعنا صوت البكا تاع الشمس. بعد وفاة بابا رجعت رهيفة وحساسة بزاف بزاف بزاف، ما تحملش العياط والمشاكل، غير تسمع حسهم تبدا تبكي وتوغ. هديتها وكركرتها معايا. جبنا رونديفو عند بسيكولوج، شريت لها تليفون حطبة والبيس تاعو وكلينا لاكريم. وشديت تليفوني عيطت لفؤاد، الراجل اللي حبيته وعشقته وجوزت معاه 4 سنين كاملين.
من حياتي. في نفس الوقت هو الرجل اللي جرجرني وجاب بيا الوقت، ما لقاني أنا شابة عليه وقارية عليه ومانيش نتكبر، صح فيا جميع الصفات اللي يتمناها الراجل في المرأة. أما فؤاد عمره ما خمم بجدية في علاقتنا، بالعامية ما جانيش من الباب الواسع، عيطلو قالي راني في الحومة الفوقانية، استني ثم ضكا نجي ليك. قلتلو اوكي، بقيت نستنى مع الشمس اللي كليتني بعينيها قاعدة غير تتخنزر فيا وتقولي ماشي مليحة تزيدي تحكي معاه، هيا نروحو. وكأنه كانت قاعدة على الشوك. كي وصل لا عيط لي قال لي أروحي عندي، راني في الطوموبيل. خليت شمس ورحت ليه نمشي هكا بخطوات مثاقلة، ماشي حابة نوصل ليه، خايفة يسمح فيا ويخليني في نص الطريق. ولهنا نكون كملنا الجزء تاع اليوم، نتلاقى في الجزء الجاي ان شاء الله. ما تنسوش البارتاج والاشتراك في القناة واكيد تفعيل الجرس، واللي جاء من الكومنتات تاعكم الشابين يسكاكر قلبي. باي باي، تهلا في رواحكم.